دياب جات لك رسائل من نجوم كبار عالميين، نجوم هوليود بيحيوك على الفيلم. احنا كنا محظوظين لما رحنا كان الفيلم استقبل استقبال مش طبيعي. الهوليوود ريبورتر اختارته من اهم 10 افلام، رابطه النقاد الفرنسيين دعموا 5 افلام بس في المهرجان من 60 فيلم هو منهم. الكلام ده عمل دوشه. رحت رحله بعدها هوليوود، مضيت مع اكبر ايجنسي في العالم اللي هم الناس ان انا المفروض ممكن نعمل حاجه في هوليوود. شاف الفيلم ناس كتير، بس ومثلا حد زي دانيال كريج بتاع جيمس بوند بعت لي ان هو ازاي مبهور بالفيلم. بس اكتر رساله جات لي كانت مؤثره، رساله مش خطيه، مش ايميل، رساله مكتوبه بالتايب رايتر بتاع توم هانكس. نعم. وتوم هانكس بيحب التايب رايترز القديمه ومهووس بيها. هي دي اللي على الشاشه. هي دي اللي على الشاشه. فوجئت بفتح لقيت توم هانكس باعت رساله بيشيد بمستوى الفيلم. ايه ده انتوا واخدينها من عند هاني؟ عند جبتوها عند هاني. اعملها شير مش مهم. بيشيد بمستوى الفيلم، مبهور بالفيلم. بيبدا اول سطرين بيقول ايه يا خيري؟ بيقول ان الفيلم بيغير الصوره النمطيه اللي الامريكان او الغرب شايفينها عن منطقتنا. عكس كل اللي احنا ساعات بنقوله على الافلام اللي زي افلامنا اللي بتسافر بره وبتشوه صور السمعه. يعني ده كان انا يعني وعلى اعتقد هو رد فعل غريب شويه يعني الفيلم. اقول لك ليه؟ عارف ليه؟ لان هو بيكلمني عن الانسان. في فرق، انا ممكن اعمل لك فيلم كله بيتكلم عن مصر بس كلهم في بنوك وشكلهم شيك وبتاع، بس الفيلم ده حببه في المستوى الانساني. ممكن يكون شاف ان هو مختلف مع ناس كتيره فكريا بس شاف فيهم الحته الانسانيه.